السلام عليكم. في هذا الشرح اليوم ما عاديش غير ندوزو على قصة عادية، غادي نعيشوا ملحمة حقيقية، قصة مكتوبة بالدم والنار ومعجزة من السماء. هذه قصة أصحاب الفيل. أجوا نروحوا بالزمان لواحد اللحظة اللي احتبست فيها الأنفاس ونعيشوا الأحداث كأننا حاضرين تما. تخيلوا معايا هذا المشهد المرعب. السماء فجأة تبدلات ملامحها، الغيوم كحالات، وواحد السرب ديال طيور غريبة بان فجأة في الأفق. طيور هازة في مخالبها حجارة كحلة بحال قطعة ديال نار متجمدة. الصراخ كيتعالى، الأرض كترتعد، وفي لحظات أعظم جيش عرفته الجزيرة العربية كيتهاوى وكيتحول رماد. كيفاش وصلنا لهذه اللحظة الكارثية والمخيفة؟ القسم الأول: غضب أبرهة وكنيسة اليمن. واخا أجي نغوصو في هادشي. القصة كتبدا مع واحد الحاكم سميتو أبرهة الأشرم، رجل قوي ولكن الغرور ديالو كان واصل لدرجة الجنون، وكان كيموت بالغيرة من مكة. شوفوا معايا هاد التناقض الكبير. من جهة الكعبة بناء بسيط من الحجر قديم وما عندوش سقف، ولكن الناس كتحجوا من كل بلاصة. ومن جهة أخرى كنيسة القليص اللي بناها أبرهة في صنعاء، آية في الفخامة، مبنية بالرخام، الذهب، الزجاج الملون وبيبان من الفضة. كان باغي يبدل وجهات العرب، يخليهم يحجوا القليص ديالو ويخليهم مكة. ولكن عارفين العرب شحال كانت الكعبة مقدسة عندهم؟ وواحد النهار غادي توقع الشرارة اللي غتشعل العافية. واحد رجل عربي دخل لهذه الكنيسة العظيمة القليص ودنسها. من اللي وصل الخبر لأبرهة انفجر بالغضب، عينيه شعلوا فيهم العافية وحلف يمين قاطع غادي يمشي لمكة بنفسه وغادي يهدم الكعبة حجرة حجرة. القسم الثاني: جيش الفيل قاصد مكة. وهكذا آلة الحرب بدأت كتتحرك. أبرهة جمع جيشا جرار منظم ومدججا بالسلاح وخرج من صنعاء قاصد مكة. خرجوا من صنعاء وفي طريقهم أي قبيلة عربية حاولت توقف فجوههم أو تقاومهم كانوا كيسحقونها، حتى واحد ما قدر يوقف هذا السيل، حتى وصلوا لواحد المنطقة سميتها المغمس على مشارف مكة. الخطر داب ولا على الأبواب. دابا المثير للاهتمام هنا هو السلاح السري والمرعب لهذا الجيش. ما كانوش غير جنود وخيول. أبرهة جاب معاه فيل ضخم من بلاد الحبشة، كائن عملاق خطواته كتهز الأرض. العرب عمرهم شافوا بحال هذا الوحش في حياتهم، كانوا مخلوعين من هذا الجبل اللي كيتحرك. الجيش وصل لمشارف مكة وبداو الجنود ديال أبرهة كينهبوا في الأطراف، ومن بين الحوايج اللي نهبوا خداو 200 جمل. هاد الجمال ما كانش ديال أي واحد، كانت ديال عبد المطلب بن هاشم، سيد قريش والزعيم المهاب ديال مكة. القضية دابا ولات الشخصية. القسم الثالث: عبد المطلب ومواجهة أبرهة. في هذه اللحظة الحاسمة مكة كلها مرعوبة، ولكن عبد المطلب قرر يدير خطوة ما توقعها حد. مشى بوحده يواجه هذا الملك المغرور في قلب المعسكر دياله. أبرهة كان بيتسنى عبد المطلب يترجاه يبكي ويطلب منه ما يهدمش الكعبة، ولكن الصدمة كانت قوية. عبد المطلب هدر ببرودة وطلب منه يرجع له غير الجمال دياله اللي اتسرقوا. أبرهة اتصدم وبدأ يضحك باستهزاء. قال له: جيتني على قبل الجمال ونسيت الكعبة اللي هي دينك وشرفك؟ وهنايا عبد المطلب نطق بواحد الكلمات اللي خلدها التاريخ، كلمات كتقطع الأنفاس. جاوبوا بهدوء ويقين تام: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. سكوت رهيب طاح في المكان. يلا تخيلوا معايا قوة هذه الجملة وهذه الثقة العمياء في الله وسط أكبر أزمة ممكن تتخيلوها. القسم الرابع: مكة في ليلة الخوف. رجع عبد المطلب لمكة وطلب من قومه يهربوا للجبال. تخيلوا معايا ديك الليلة في مكة، أطول وأرعب ليلة دازت على العرب. الشوارع خاوية، صمت كيقهر القلوب، العيالات كيجمعوا وليداتهم وهاربين للشعاب ديال الجبال، الرجال مخبين وكيتسناو الموت. مكة اللي كانت عامرة بالحياة ولات ساكتة وموحشة. وسط السكون عبد المطلب واقف بوحده عند باب الكعبة، شاد في الستار ديالها في ظلام الليل وكيدعي من أعماق قلبه للرب ديال هذا البيت باش يحميه. فوق الجبال الناس كيشوفوا النيران ديال جيش أبرهة من بعيد. واحد دري صغير مخلوع ويرتعد كيسول باه: أبي واش غيهدموا الكعبة؟ الأب عنق ولده وزيروا عليه وجاوبوا بواحد الإيمان كيبكي: نم يا ولدي، فإن للبيت ربا لا ينام. القسم الخامس: معجزة السماء، طير أبابيل. وطلع الفجر الحاسم. اجي نشوفوا كيفاش هادشي كيتطور بسرعة وكيفاش بدات المعجزة. أولا الفيل العملاق برك في الأرض، كيضربوه كيعذبوه والو،
ملي كيوجهوا لجهة أخرى كينوض، وملي كيوجهوا لمكة كيبرك ويرفض يزيد. وفجأة بان داك السرب ديال الطيور الكحلة جاي من جهة البحر، غطاو ضوء الشمس. كل طير هاز 3 ديال الحجرات صغار وبداو كيرميوهم على الجيش بحال الشتاء. الجيش اللي كان لا يقهر تشتت، والجنود كيجريو في كل اتجاه. هاد الحجرات الصغار ديال الطين كانوا بحال نار مجمدة. أي جندي طاحت عليه حجرة كتحرقوا وتهلكوا ديك الساعة، اللحم كيدوب والعظام كتفتت. فأقل من لحظات أعظم جيش في الجزيرة العربية تحول لرماد وجثث متفحمة، حجر صغار وطيور محاو جيش كامل من الوجود بحال إلا عمرهم ما كانوا. القسم السادس والأخير، نهاية الطغيان وعام الفيل. هبطوا أهل مكة من الجبال مصدومين، معجزة حقيقية نزلات من السماء. ولكن شنو كان المصير ديال داك الملك الطاغية أبرهة؟ داك الملك اللي جا نافخ صدرو هرب راجع اليمن، وهو في حالة كترف عليها، صاب حتى هو بوحدة من هادوك الحجرات. الطريق كلها وهو كيتعذب، لحمو كيطيح طرف بطرف وتسلخ، ورجع للصنعاء جسد محطم، مات بوحدة من أبشع الميتات، ودفن بالزربة بلا أي جنازة تليق بحاكم. هذه كانت نهاية الغرور الأعمى. وهذا الشيء كيبين لينا كيفاش الكعبة بقات واقفة شامخة ما تقاس فيها حتى حجر. تناقش هذا الحدث في الذاكرة ديال العرب للأبد، وهذه المعجزة خلات العرب يسميوا هذا العام بعام الفيل، ولو كيأرخوا به حياتهم. ولكن السؤال اللي كيخلينا نتأملوا بجدية، كيفاش هاد العام ديال الدمار الشامل، هاد عام الفيل، كان هو نفس العام اللي غيشهد ولادة واحد طفل صغير، طفل سميته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى كان كيمهد الطريق وكيقول للعالم: اليوم حفظت هذا البيت، وغدا غنبعث من أهله اللي طهر القلوب وينشر النور. قصة كتخلينا نفكروا شحال من معجزة كتكون غير بداية لتغيير كيقلب موازين الأرض كلها. كنشكركم بزاف حيت رافقتوني في هذا الشرح الممتع، ونتلاقاو في قصص أخرى.